لما النور بيقطع ساعتين بنزعل عشان بس الناس اللي بتسخن. شفت شاب كده على انستجرام بيطلع المطوه من التلفيحه، يفتح المطوه كده يقول لك يلا بينا نطلع بالمطاوي والخناجر وال 64 وال 73 الان ونغزهم. والله قال كده. طبعا شجاعه وطنيه كبيره، بس مهلا يا استاذ علشان هي ما بتمشيش كده، ما بتمشيش كده، وهذا المسار بيخرب كل حاجه. اي مسار في ازمات زي دي محتاجه سياسه وتكتيك وتفكير وتخطيط ودبلوماسيه. اول ما تطلع اعلانك على رغبتك في العنف بتخسر كل حاجه. ومصر لديها ما تخسره والشعب المصري لديه ما يخسره. وضعنا مختلف تماما عن كل البلاد الاخرى. وبصراحه ده احنا الناس جايين يقعدوا عندنا عشان احنا الامان. يعني احنا عندنا ملايين الاخوه من السودان ومن سوريا ومن اليمن ومن العراق. في امان، في واحد امان، في درجه من درجات الاستقرار. هنا مصر مثلا مش هيحصل فيها حرب اهليه.